باريس بيكسب الخناقه، تفاصيل عقد عمر مرموش، تجديد عقد هالاند، محمد صلاح وحواراته مع ليفربول، صفقتين ريال مدريد المحتملين، وصفقه برشلونه الغريبه، نجم تشيلسي اللي عايز يمشي، ومانشستر يونايتد اللي عمال يسيب المواهب بتاعته. انا ابراهيم حمدين، ودي قناه حمدينوفيتش، ودي حلقه الانتقالات الاسبوعيه اللي هنتكلم فيها عن كل الاحداث تقريبا اللي حصلت الاسبوع اللي فات. فما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان نوصل القناه 1000 مشترك، ويلا بينا نبدا. خلينا نبدا كده على طول بمانشستر سيتي. مانشستر سيتي رسميا خلاص عمر مرموش في السيتي بصفقه بلغت 75 مليون مع 5 مليون اضافات، وراتب عمر مرموش 17 مليون بس مع الضرايب. طيب صافي الراتب بتاعه بعد الضرايب هيبقى ايه؟ هيبقى 10 مليون. عمر مرموش كان بياخد مع فرانكفورت 2 مليون. فربنا يكرمك يا ابني ويرزقك مع السيتي باذن الله وتكسر الدنيا وتمشي على خطى الملك. طيب على الناحيه الثانيه برضو مانشستر سيتي بيامن نفسه وبيجدد مع هالاند بالراتب الاعلى في تاريخ مانشستر سيتي والاعلى في تاريخ البريمير ليج، نص مليون في الاسبوع، وبيجدد معاه لمده 9 سنين لحد 2034. السيتي بيامن نفسه عشان خايف ريال مدريد او برشلونه يخطفوا هالاند بعد سنتين ثلاثه. ماشي يا عم جوارديولا، طب ما انت ماشي سنتين ثلاثه وهتمشي، ما تسيبه يمشي معاك يا جدع. المهم غير عمر مرموش السيتي بيخلص خلاص في فيتور رايس، خلص فيه هو وعبد القادر يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجي لنا. خوسانوف. طيب في صفقات لمانشستر سيتي تاني. مانشستر سيتي بيخلص في كامبياسو خط وسط اليوفي بعد ما خلص صفقه عمر مرموش رسميا. هي دي الصفقه اللي مانشستر سيتي حاليا بيتجه ليها. يوفنتوس بيغلوا في مطالبهم الماديه شويه، بس احنا عارفين السيتي في الاخر بيدفع وبيخلص في اللعيبه دي. طيب في حد هيخرج بقى من مانشستر سيتي حاليا؟ كايل ووكر في كلام كتير عليه ان هو هيروح اي سي ميلان حط عليهم عليه وبيخلصوا معاه حاليا فعلا بعقد لحد 2027. واحنا لسه في الدوري الانجليزي، واستون فيلا خلص في مالين من بروسيا دورتموند ب 25 مليون. على الناحيه الثانيه نيوكاسل هو جاي لهم عرض الالميرون من اتلانتا يونايتد الامريكي ب 10 مليون، وبيفكروا ان هم يبيعوا اللاعب. وفي كمان مبيومو جناح برينفورد حاطين عينهم عليه مانشستر يونايتد، ارسنال وتوتنهام. لاعب بقاله 3 4 سنين في الدوري الانجليزي، خبره، لاعب كويس جدا، واعتقد ان هو جه الوقت اللي مبيومو بقى يروح لفرق اكبر شويه من فرق الدوري الانجليزي، وهو جاهز لده، هو مؤهل جدا لده. واي فرقه من الفرق دي هيقدر ان هو يخلص في مبيومو هتبقى صفقه كويسه جدا ليهم. بس انا مش عارف ليه ارسنال بيفكروا فيه وهم عندهم سكه. يعني انت هتجيبه على مساكه يرجع شهر شهرين، بعد كده هيلعب ازاي ولا هيلعب فين هو وساكا؟ فمتهيألي هتبقى اوقع شويه لو لتوتنهام او اليونايتد. طيب نيجي بقى لليونايتد. اليونايتد شغال بيفكر في البيع، بس اوماينو عايز يمشي، راشفورد عايز يمشي، وكمان جرناتشو عايز يمشي. جرناتشو جاي له عروض من تشيلسي او من نابولي عشان يعوضوا كفاراتسخيليا اللي راح لباريس سان جيرمان. على الناحيه الثانيه تشيلسي بيفكروا في جناح شمال اصلا بعد الاخبار بقى اللي طلعت خلاص ان مودريك هيتوقف بسبب موضوع المنشطات. طيب غير جرناتشو في مين تاني ممكن يمشي؟ وراشفورد اوروبا كلها بقى بتتكلم عليه، بس اللي اللاعب ميال ليه هو برشلونه، فلسه كده هنشوف برشلونه هيعملوا ايه مع راشفورد. طيب مين تاني؟ كوبي ماينو بيتكلم عليه برضه تشيلسي تقريبا عايزين يفضوا مانشستر يونايتد. فاليونايتد عمالين يبيعوا في لعيبه او يفكروا ان هم يبيعوا لعيبه، ولسه ما فيش كلام على لعيبه تقال جت. كان بيفكروا في كولو مواني وما عرفوش يجيبوه. هنشوف كده اخرتها مع اليونايتد ايه. على الناحيه الثانيه ارسنال بيخلص في زوباميندي ب 60 مليون بس هيروح لهم مع الصيف، واتعرض عليهم كمان كومان، بس ارسنال رافضين حته كومان دي شويه عشان اصاباته كتير وهم مش ناقصين اصلا. هم عايزين حد جاهز يروح ياخد حته الوينج الشمال دي يكون جاهز ليها على طول. وانا شايف ان صفقه زي كفاراتسخيليا دي ضاعت من ايد ارسنال بصراحه. يعني انت لما اللي يخليك تدفع 60 مليون في زوباميندي كنت تزود عليهم يا عم 10 مليون وتروح تجيب كفاره، تنسى بقى الحته دي خالص. هيكون عندك كفاره وسكه. بس ما تعرفش دماغ ارتيتا وارسنال فيها ايه. دماغهم هم عايزين عمالين يحبوا في لعيبه خط وسط. يا عم انت عايز مهاجم مفيش، يا عم انت عايز وينج لا مفيش، هم مدافعين ولاعيبه وسط. راح جاب كالافيوري وهو ما كانش عايزه، عنده لعيبه كتير. صحيح كالافيوري افادك شويه لما بن وايت اتصاب، بس هو كمان مصاب زيه، يعني انت ما ضفتش حاجه كبيره. وادي راح دفع 60 مليون دلوقتي ولسه زوباميندي هيجي لهم في الصيف. فهنشوف بقى ارسنال اخرتها ايه. المهاجم خصوص اتصاب، هافرتس وحش جدا وما عندهمش دلوقتي اصلا مهاجم عدل الفرقه تعتمد عليه. نروح بقى لريال مدريد. ريال مدريد حسب صحيفه الماركه هم خلصوا خلاص مع ارنولد على الشروط الشخصيه وكل حاجه تمام، وهيروح لهم على الصيف، بس لسه ده ما اتعلنش بشكل رسمي. على الناحيه الثانيه ديفيدز قدم له عروض كتير من البايرن وعمال
بيرفضها. معنى ان هو عمال بيرفضها ان هو مظبط خلاص عقد مع ريال مدريد، فبنسبه كبيره جدا ريال مدريد حسم الصفقتين دول، ديفيدز على الشمال وارنولد على اليمين. والله يا عم بيريز انت ولا عايز باك يمين ولا عايز باك شمال، انت عايز مدرب بدل الحاج انشيلوتي اللي قاعد على الخط ده. ومن ريال مدريد ونروح لبرشلونه، وبرشلونه في كلام غريب جدا 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 ان هم مهتمين بالكونكو من تشيلسي، وان هو اتعرض عليهم وان هم بيفكروا يجيبوه فعلا. انا بصراحه شايف ان هي لو تمام هتبقى صفقه كويسه، ولو انه مش مهاجم صريح يكون الرقم 9 بتاع برشلونه، بس تمام. ولو هتروح تخلصوا من تشيلسي بفلوس يعني 20 30 بتاع تمام، انما غير كده يا معلم روح هات شوف مهاجم، شوف مهاجم صريح للفتره اللي هي بعد ليفا بقى. وغير كده لسه الكلام على راشفورد برده مستمر، اعاره 6 شهور، وبعد ال6 شهور يشوفوا لو تمام نكمل معاه نخلصه، لو مش تمام خلاص 6 شهور وراحوا. زي فكره اوباميانج برده، ما هو كانت نفس الفكره، اعاره 6 شهور بعد كده نجيب. انا شايف صفقه راشفورد دي هتبقى مرضيه لكل الاطراف. برشلونه هيبقى عندك وينج شمال محترم شويه احسن من فران توريس واحسن من فاتي. راشفورد هيبقى عندك فرصه ثانيه ان انت تثبت فيها نفسك، واليونايتد ان هو يسوق اللاعب. فراشفورد البرشلونه دي انا شايف كلهم هيبقوا كسبانين منها. على الناحيه الثانيه بقى موضوع اللعيبه اللي خارجه، هو كان اراخو بيفكر يروح اليوفي وخلاص ديكو قاعد مع اللاعب، وحاليا بيتفقوا على تجديد عقد، وهيزودوا راتب اللاعب من 4 مليون ل 10 مليون صافي طبعا. ودي انا شايف ان هي اهم من اي صفقه، التجديد بتاع اراخو ده اهم من اي صفقه. انت اراخو اللاعب الوحيد عندك اللي في الدفاع اللي هو لوحده كده ليه شكل مختلف، غير انياجو غير كوبارسي غير كريستنسن غير جارسيا حتى. فتجديد عقد اراخو هيبقى خطوه مهمه جدا لبرشلونه، وبتامن بيها دفاعك اكتر واكتر مع كوبارسي. يوفي بيدعم تياجو موتا وبيخطف كولو مواني من مانشستر يونايتد اعاره 6 شهور، لو لقوا اللاعب شغال معاهم تمام هيخلصوا في الصيف. على الناحيه الثانيه باريس سان جيرمان بعد خروج كولو مواني راحوا خلصوا في كفاراتسخيليا من نابولي رسميا. طيب نخش على اخر حاجه وهو حوار محمد صلاح مع ليفربول. الموضوع دلوقتي بقى في ايد محمد صلاح، يعني اللي بيتقال ان ليفربول مقدم عقد اللاعب من بدري وهو عقد سنتين، وهو العقد اللي ليفربول شايفين ان هو يرضي كل الاطراف. زي ما قلنا قبل كده محمد صلاح كان عايز 3، ليفربول عايزها سنه، فهم مقدمين له العقد اللي سنتين اللي يرضيك يا عم، وبعد السنتين نشوف لو انت مستواك لسه تمام هنجدد سنه ثالثه، لو انت مستواك نزل اديك قعدت سنتين في التوب ليفل وخلاص. الموضوع دلوقتي في ايد صلاح. على الناحيه الثانيه بقى في ضغط رهيب من ناحيه الهلال ومن ناحيه السعوديه وتركي آل شيخ على موضوع صلاح ده. الارقام اللي بتتقال فلكيه وخزعبليه، وبيغروا صلاح بحته اللعب الكاس العالم للانديه. تعالى العب معانا كاس العالم 6 شهور، العب كاس العالم للانديه، بعد كده لو عايز ترجع اوروبا تاني تمام. بس هي الفكره ان صلاح لو راح السعوديه مش هيرجع اوروبا تاني، فهم بيضغطوا على صلاح من الناحيه دي، اللي هو انت ما جددتش، اتقل هنديك الفلوس اللي انت عايزها واكتر من اللي بتحلم بيها، غير كده انت هتلعب كاس العالم للانديه، غير كده انت اللي هتبقى الواجهه بتاعت السعوديه كلها، لاعب عالمي وعربي. طبعا كريستيانو موجود، بس فكره ان انت تجيب واجهه اللعيبه العرب واللعيبه الافارقه كلها اللي هو محمد صلاح في الدوري السعودي، دي هتبقى ليها حسبه ثانيه خالص. فعشان كده الضغط هيبقى جامد قوي على محمد صلاح، وهنشوف محمد صلاح هيعمل ايه. وانا شايف ان من هنا لحد اخر الشهر محمد صلاح هتبقى دماغه متشتته جامد لو ما خدش قرار وخلص نفسه بسرعه من الموضوع ده. وطبعا بالنسبه لنا كلنا نتمنى محمد صلاح يجدد في ليفربول ويكسر ارقام اكتر واكتر، وهو ده اللي في دماغ محمد صلاح. بس هي فكره محمد صلاح ان هو عايز يجدد 3 سنين مش سنتين بس، والموضوع كله في ايده دلوقتي، سواء بقى عايز تروح الهلال، سواء عايز تقعد في ليفربول، سواء عايز تروح اي فرقه ثانيه في اوروبا مقدمه لك عرض، الموضوع في ايد محمد صلاح. وبما اننا في السعوديه فالنصر خلاص يعني شبه رسمي هيجدد لرونالدو سنه كمان. على الناحيه الثانيه ميسي مع انتر ميامي، بيكهام بيقدم له عرض تجديد سنه، وفي الوقت اللي الدوري الامريكي هيبقى واقف فيه انت ممكن تروح اوروبا براحتك. فانا شايف انا كواحد برشلوني عاجبني العرض ده جدا، من فكره ان انت يا عم ليه وجدد معاهم، وممكن تيجي بقى تنهي معانا 6 شهور كده وخلاص تبقى الوداع، لان انت ما خدتش وداعك في برشلونه خالص. وبس كده، دي كانت حلقه الانتقالات الاسبوع ده، ملخص كل اللي حصل الاسبوع ده من الانتقالات. فلو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، عايزين نوصل للقناه 1000 مشترك، ونتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.